تخيل كده مكان في العالم بيختفي فيه السفن والطيارات فجأة من غير ما يسيبوا أي أثر. مكان مليان أسرار وغموض لدرجة إنك لو قربت منه ممكن تختفي نهائيا. المكان ده اسمه مثلث برمودا، وإحنا النهاردة هنكتشف أغرب الحقائق عن المنطقة دي واللي هتخليك تعيد التفكير قبل ما تفكر تزوره. المثلث ده موجود في المحيط الأطلسي بين فلوريدا وبرمودا وبورتوريكو، وبيتسمى كمان مثلث الشيطان. واو. وده بسبب كمية الحوادث الغريبة اللي بتحصل فيه من سنين طويلة. في قصص حقيقية وحقائق علمية هتسمعها لأول مرة النهاردة. حوادث اختفاء بدون أي أثر. سنة 1945 حصلت واحدة من أشهر الحوادث في المثلث ده، لما 5 طيارات حربية أمريكية اختفوا فجأة أثناء التدريب. الأسوأ الطيارة اللي طلعت تدور عليهم اختفت هي كمان، ولحد النهاردة محدش عارف ايه اللي حصل. البوصلات بتتلخبط، في حاجة غريبة في المنطقة دي، البوصلات فيها بتتلخبط بشكل مش طبيعي، وده بيخلي السفن والطيارات تضيع طريقها بسهولة. العلماء بيقولوا إن ده بسبب مجال مغناطيسي غريب، ظاهرة الفقاعات المائية. العلماء اكتشفوا إن قاع المحيط في المنطقة مليان غاز الميثان. الغاز ده لما بيطلع للسطح بيعمل فقاعات ضخمة تغرق السفن في ثواني، وده ممكن يفسر جزء من اللي بيحصل هناك. قصص النجاة الغريبة، مش كل الناس اللي دخلوا مثلث برمودا. في طيار نجا كان بيقول إنه دخل في ضباب غريب، ولما خرج منه اكتشف إن المسافة اللي المفروض يقطعها في ساعة خلصها في 10 دقايق بس. حاجة غريبة فعلا. المثلث ووجود الكائنات الفضائية، بعض النظريات بتقول إن المنطقة دي فيها نوع من التواصل مع الكائنات الفضائية، وإن الحوادث دي بتحصل بسبب اختطافهم للسفن والطيارات. طبعا ده مش مثبت علميا لكنه جزء من الغموض. موقعه استراتيجي لكنه مهجور. برغم إن المثلث موجود في مكان استراتيجي، قليل جدا السفن اللي بتدخل المنطقة دي، وده بسبب الخوف والرعب من اللي ممكن يحصل. لسه محدش عارف السبب الحقيقي، كل اللي سمعته ده مجرد محاولات تفسير، لكن لحد النهاردة محدش عارف السبب الحقيقي لكل اللي بيحصل في مثلث برمودا. هل هو مكان طبيعي غريب ولا في حاجة أكبر وأخطر؟ مثلث برمودا هيفضل واحد من أكتر الأماكن غموض في العالم، مهما حاول العلماء يفسروا دايما في حاجة مش مفهومة. انت بقى لو جاتلك فرصة تروح هناك هتغامر؟ شاركنا رأيك في التعليقات.